النهارده أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طلعوا ببيان وقالوا إن إحنا كأعضاء مفيش أي مشاكل بينا وبين بعض، ومفيش أي خلافات، وعلاقتنا ببعض كويسة جدا، ومفيش أي صدام بينا كأعضاء بينا وبين بعض في مجلس إدارة نادي الزمالك. إحنا إيد واحدة ومستنيين الدعم من الجماهير ومن كل زملكاوي أصيل بيحب نادي الزمالك. الزمالك بيمر بمحنة، الزمالك بيمر بمشاكل مادية جامدة جدا في النادي. رغم كده هم المسؤولين عن دفع أجور الموظفين ودفع فلوس اللاعبين ومستحقاتهم، وهيحاولوا على قد ما يقدروا ما يحصلش أي عجز في أرصدة النادي الفترة الجاية. كل الكلام ده كلام كويس، مفيش أي مشكلة فيه. لكن برضو أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك طلعوا في البيان بتاعهم بيقولوا إن هم بيرفضوا شطب عضوية مرتضى منصور. طب مين اللي شطب عضوية مرتضى منصور؟ وزارة الشباب والرياضة. يعني هم مش عاجبهم شطب عضوية مرتضى منصور، وبيقولوا إن بعد 25 يوم من النهاردة مرتضى منصور هيخرج من محبسه وهيرجع تاني رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك. هما كده بيصطدموا بمين؟ بيصطدموا بوزارة الشباب والرياضة، لأن وزارة الشباب والرياضة من يومين طلعت بيان إن تم شطب عضوية مرتضى منصور. أصبح مرتضى منصور ليس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وليس عضو في مجلس إدارة نادي الزمالك. طب إمتى يرجع تاني؟ في الجمعية العمومية في شهر 7 مع انتخاب مجلس جديد للزمالك يرشح نفسه بقى، لو من حقه يرشح نفسه. طب اللي عمله النهارده أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، هل هو في مصلحة الزمالك ولا مش في مصلحة نادي الزمالك؟ أنا شايف إن هو مش في مصلحة نادي الزمالك. هما كده بيصطدموا بوزارة الشباب والرياضة وبيقولوا لها كلامك ما يمشيش علينا، ومش من حقكم إنكم تشتموا عضوية مرتضى منصور، وإحنا اللي نشطب العضوية كأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. ومرتضى منصور هيرجع رئيس للزمالك كمان 25 يوم. فهنا في صدام واضح ما بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة. إيه المتوقع؟ المتوقع إن وزارة الشباب والرياضة هترجع تاني تقول للأعضاء اختاروا حد بينكم قائم بالأعمال لحين أول جمعية عمومية وانتخاب الأعضاء من جديد ورئيس مجلس إدارة من جديد. طب لو هما ما وافقوش، ساعتها وزارة الشباب والرياضة تضطر إن هي تحل الجمعية أو تحل أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وهتعين هي من عندها لجنة تدير نادي الزمالك. والنهارده الأعضاء مجلس الإدارة نقول حاجة زي كده، قالوا لو في حالة حل مجلس الإدارة بتاع نادي الزمالك يبقى انتوا ريحتونا من المسؤولية اللي علينا ورحمتونا من المشاكل اللي احنا عايشين فيها، ويعني اشربوا انتوا بقى. يعني معنى كده ان كده بيقولوا لوزارة الشباب والرياضة اشربوا انتوا بقى. لا، ده اللي هيشرب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. انتوا كده بتزقوا الدنيا في سكة في ان وزارة الشباب والرياضة تضطر ان هي تحل مجلس إدارة نادي الزمالك. انتوا عايزين كده يعني هي يا اما مرتضى منصور يجي يا اما بقى تخرب. لا، يبقى انتوا كده ما بتشتغلوش لمصلحة الزمالك، انتوا كده بتشتغلوا لمصلحة مرتضى منصور، انتوا كده بتشتغلوا لمصالحكم الشخصية مع مرتضى منصور. انتوا كده بتقولوا ان يا مرتضى منصور يجي يا اما الزمالك يخرب. مين اللي هيقبل بكلام زي ده؟ وهيفضل التاريخ فاكر لكم العمل السيء اللي انتوا عملتوه ده. بقى مش عارفين تطلعوا واحد ما بينكم قائم باعمال رئيس مجلس الاداره لغايه شهر 7. بقى ما فيش واحد في الاعضاء كلها يشتغل قائم باعمال. ليه الاصطدام بالوزاره؟ وليه عايزين تحلوا مجلس الاداره بتاع مجلس اداره الزمالك ونعين لجنه وندخلوا في دوامه وفي مشاكل؟ ارجو ان اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك يعني يراعوا الظرف التاريخي اللي هم موجودين فيه دلوقتي، ويراعوا المشاكل اللي الزمالك فيها،
ويحلوا المشكله بطريقه كويسه وديه، وينفذوا اوامر الوزاره، ويعينوا حد قائم بالاعمال، ويمشوا امور الزمالك، ويحاولوا يحسنوا ويصلحوا من اوضاع نادي الزمالك. كده التاريخ يفتكركم بطريقه كويسه. لكن اللي انتوا بتعملوه ده هيفضل التاريخ فاكر انكم انتوا وقفتوا ضد مصلحه نادي الزمالك من اجل شخص واحد، من اجل مصالحكم. انتوا كده مش بتشتغلوا لمصلحه نادي الزمالك، انتوا كده بتشتغلوا لمصالحكم. في برضه حاجه عايز انوه ليها. شباب نادي الزمالك كسب شباب الاهلي بقياده الكابتن محمد صبري. طب ايه خبر عادي يعني؟ ايه المشكله؟ لا، خبر مش عادي. المشاكل اللي بيمر بيها نادي الزمالك اللي هم اللعيبه الكبيره هي نفسها اللي بيمر بيها الشباب. بالعكس، الشباب دول ما بياخدوش فلوس، يعني بياخدوا ايه يعني؟ لكن الشباب ان اللعيبه الكبار لا بياخدوا فلوس. بتاخدوا فلوس. شايفين الروح اللي موجوده عند الشباب عامله ازاي؟ شايفين الاصرار انه يكسب ويكسب الاهلي ويكسبوا في ملعبه. عايزين يثبتوا لنفسهم ويحطوا لنفسهم تاريخ. في واحد عايز يعمل تاريخ لنفسه، وفي واحد بلعب ماتشين وخلاص زي ما تيجي. اللي عايز يكسب واللي بيكافح عشان يكسب بيكسب. لكن اللي عايز يطلع مبررات، اصلا انا ما خدتش مستحقاتي، اصل رئيس مجلس الاداره بتاع نادي الزمالك مسجون ومحبوس، اصل في مشاكل في النادي، اصل 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 الشباب بتوع الزمالك كسبوا شباب الاهلي 1-0 في كرة القدم. الشباب عرفوا يعملوا اللي انتم مش عارفين تعملوه. الشباب اظهروا ان هم رجاله وكبار عنكم انتم يا لعيبه الزمالك الكبار. الشباب اثبتوا ان هم رجاله وكبار ومتحملين المسؤوليه بقياده محمد صبري عن لعيبه الزمالك الكبار. يا ريت تقاتلوا وتثبتوا ان انتم في ظهر نادي الزمالك، وان الخير اللي انتم فيه ده من نادي الزمالك، ومش هتسيبوا الزمالك في الوضع اللي هو فيه، وهتحاولوا تحسنوا الاداء الفتره الجايه يا لعيبه الزمالك. عندكم ماتش يوم الجمعه الجايه مع بيراميدز، ماتش حياه وموت، عشان نعوده الانتصارات تاني، وعوده مكانكم في الدوري، وعوده مكانكم في افريقيا. ارجعوا وشوفوا الشباب عملوا ايه واعملوا زيهم. بدل ما نقول للشباب اعملوا زي الكبار، لا ده احنا بنقول للكبار اعملوا زي الشباب. يا ريت تعملوا زي الشباب ويرجع تاني للزمالك للانتصارات. والروح هي اللي هتخلي الزمالك يرجع تاني للانتصارات والمكسب الفترة الجاية ان شاء الله.